السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناة مطبخ بنكهة الشوية. اليوم نحضر معا طريقة سهلة في تجفيف الثوم في البيت، ناجحة 1000%. كانت عندي ثوم مقشرة، ما تغسلوهاش يا البنات باش ما تشربش الماء، ونقوم بطحنها في الأشوار هكذا كما هو موضح في الفيديو. نجيبوا صينية فيها ورق الطهي ونحطوا هكذا الثوم بهذه الطريقة. هكذا يا البنات باش تنجحوا فيها، ونكونوا شاعلنا الفرن على درجة حرارة متوسطة. كي نشوفوه سخن مليح نطفيو عليه ونحطوا الصينية تاعنا اللي فيها ثوم باش يجف معنا، ونقوموا بمراقبة باش ما يتحرقش معنا الثوم. انا قلت لكم يا البنات نقوموا بالمراقبه باش ما يتحرقش معانا الثوم. نروحوا نحطوا الثوم تاعنا ومن بعد نشوفوا مع بعض اذا جف ولا مازال. حبيباتي رجعت لكم هذه المرحله الاولى بعد ما خرجتها من الفرن، لقيتها مازالها ما جفتش البنات. شوف، نقوم بتكرار العملية، نزيدو نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يسخن مليح ونطفيو عليه، وندخلو الصينية تاعنا باش يزيد يجف الثوم مليح للمرة الثانية. شوفوا يا البنات ملاحظة مهمة، كي نحطو الثوم تاعنا في الفرن اذا شفنا الفرن تاعنا برد نخرجو الصينية ونشعلوا الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يسخن مليح ونطفيو عليه وندخلوا الصينية تاعنا اللي فيها الثوم. ودركا نزيدو نحطوها في الفرن ونشوفوها مع بعض اذا جفت ولا مازال للمرة الثانية. هذه المرحلة الثانية بعد ما خرجت الصينية من الفرن لقيتها مازال ما جفتش مليح، نقوم بتكرار العملية مرة ثالثة ونشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يسخن مليح ونطفيو عليه وندخل الصينية تاعنا باش يكمل يجف الثوم تاعنا مليح للمرة الثالثة. شوفوا يا البنات ملاحظة أخرى جد مهمة، كي نشوف الثوم تاعنا بدات تجف على الحواف نديروا هذه العملية اللي درتها أنا من مرحلة ثانية، تبداو ديروها هكذا بهذه الطريقة وما تغفلوش عليها يا البنات. كيما انا غفلت عليها شويه تحمرت لي الثوم على جهه الحواف كما هو موضح في الفيديو. درك نزيدو نحطوها في الفرن، كي نخرجوها من الفرن نشوفوها مع بعض اذا جفت ولا مازال للمره الثالثه. هذه المرحلة الثالثة بعد ما خرجت الصينية من الفرن لقيت الثوم تاعي مجفف ما شاء الله كما هو موضح في الفيديو. هكذا تحصلنا على ثوم مجفف، ودرك نرحيوه في الأشوار ونرجع لكم بالنتيجة. وهذه هي النتيجة بعد ما رحيناها في الأشوار. تحصلنا على بودرة الثوم مجففة جاهزة للاستعمال. لا تنسوا دعم القناة مطبخ بنكهة
الشوية بالاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. مع السلامة.